بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهارده اما نشوف المحتوى بتاعنا النهارده، يا رب يليق بيكم ويبقى عند حسن ظنكم. هنعمل النهارده يا حبايبي سمك مشوي ما شاء الله، بس مش هنشوي النهارده في البيت عندنا في الفرن، لا. الجو حر بصراحة ما حدش يقدر يعني يقعد قدام الفرن كده في الحر ده. فقلنا النهارده يلا هنوفر، مش هنوفر مع بعض النهارده زي ما بقول لكم كل مرة. لان النهارده هنعمل مسرفين بقى وهنشوي السمك بتاعنا بره، مش مشكلة. بس في سبيل ان احنا ما نقعدش جو يعني في الجو الحر ده قدام الفرن، فهنشوي سمكنا بره يا حبايبي معلش. طيب هنقول ايه، السمك بتاعنا من جوه المكان موثوق منه ما شاء الله، واشتريته من الراجل اللي انا بجيب منه. وقال لي ايه اصل النهارده هتشوي عندنا النهارده، قلت له يلا عشان الجو حر. قال لي طيب ماشي ومال. تعال الاول بس نعمل شويه رز بشعريه كده لزومك السمك المشوي الجميل ده. تعال نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنحمر الشعريه بتاعتنا يا حبايبي تحمير ذهبي كده زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، عشان ايه الرز بتاعنا برضو نبقى غاسلينه ومصفينه على جنب. انا الرز بتاعي بيشرب، فاحنا بصراحه انا ببيله ايه 5 دقايق في الاول كده، عشان ما ياخدش كتير وقت كتير على النار. فلما بصراحه لما ببيله بتحس الرزايه ما شاء الله ايه بتكبر كده وبتبقى ايه بتتلدن بسرعه كده ومش بتغيب في الترديد. طب احنا حمرنا الشعريه ونزلنا عليها بالرز المغسول المصفي الجميل ده، وهنغلف الرزايه بتاعتنا بقى مع الزيت والشعريه كده لحد ما شاء الله ايه يعني ما يتغلف في بعضه كده مع الزيت. ليه بقى؟ احنا عايزين يعمل لنا كده الحرمشه والقرمشه بتبقى اللي بتاعت الارضيه الحله دي، عشان السمك المشوي بيحب الكلام ده. وبعد كده بعد ما بنغلفه كده بننزل على باقي الميه بقى مغليه او ميه عاديه مش مشكله. وبعد كده ايه شوف انت عارفه بقى الرز بتاعك بياخد ميه قد ايه، لان طبعا كل يوم بتطبخه وعارفه لا غيرك. انا الرز بتاعي مش زي الرز بتاعك، في ناس رزها ما بيشربش، انا عندي الرز ايه بياخد ميه بزياده شويه. طيب بعد كده بعد ما ظبطت الميه هحط بقى برضو الملح زي ما انتم شايفين كده، وعلى نار عاليه في الاول. طب لو وصلت معايا المقطع ده حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات الحلوه دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. ولا لسه ما نزلش يشترك في القناه بتاعتنا، يا ريت يشترك، دايما اشتراككم بيساعدنا وبيفرح. على رايكم بقى في السمك الجميل ده، السمك اصلا حلو وطالع في الشوي ما شاء الله جميل. فيعني السمك لما بيكون حلو مش بيغيب في الشوي يا حبايبي، بياخد وقت بسيط كده، ولا السمكه بتبقى يعني منفوخه كده وبتبقى ما شاء الله جميله كده. يا رب المحتوى بتاع النهارده يليق بيكم وعند حسن ظنكم. تفاعلوا يا جماعه مع الفيديوهات عشان تتحسب لي مشاهدات بالله عليكم، لان القناه يعني مشاهداتها كده قليله وضعيفه ومش قد يعني، المفروض تبقى اكتر من كده. لما بتتفرج على الفيديو للاخر بتحسب مشاهده، لكن لو اتفرجت على نص او تلت او ربع او كده مش بيتحسب خالص. فعشان انا بقول لكم تفاعلوا معاه وتتفرجوا على الفيديو لاخره كده. انا ما برضاش اطول فيديوهاته والله عشان ما تبقوش زهقانين. فتعملوا اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. يا رب المحتوى النهارده يليق بيكم ويبقى عند حسن ظنكم. اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.